مساء الخير اصدقائي وصديقاتي في القاهرة اليوم. بقول لاصدقائي الزملكاوية هارد لك واصدقائي الاهلاوية الف مبروك. بس هخص الزمالك بكلمة قبل ما نبتدي البرنامج، بانه فعلا كان بيلعب مباراة جميلة جدا وكبيرة جدا وكويسة جدا جدا. الاهلي والزمالك لعبوا زي ما انا ما شفتهمش في حياتي من سنة 1958. انا بوعى على الكورة لغاية النهاردة ما شفتش ماتش بين الاهلي والزمالك كان احسن من الماتش ده. قبل ما نبتدي نتكلم في حلقتنا وفحواها النهارده لازم اقول مساء الخير لصديقي عمرو. اهلا مستر ريز. الحمد لله على السلامه يا استاذ. امبارح وانا قاعد اتفرج على الماتش في مدينه الضباب في لندن، قعدت افكر في سؤال مهم جدا. هو احنا بنلعب في الدوري ليه؟ الزمالك بيلعب ليه؟ ملوش لازمه. مساله ملهاش اي لازمه. مش مصروف لنا نكسب. في حد ما عمل غلطه زمان ايام المواطن الزملكاوي الاول وبندفع ثمنها لغايه دلوقتي. ذنب بنكفره. في حد غلط غلطه شنيعه في النادي ولذلك هنقعد نكفرها طول حياتنا. هيحصل ايه يعني؟ دقيقه 88 وباقي دقيقتين يجي الراجل يضيع الكوره بره، ايه يعني؟ ما تجيش جون يخسروا هم الاحسن. يعني بيحصل. برشلونه بيجرى له كده، ريال مدريد بيجرى له كده، اي حد بيجرى له كده، الحزب الوطني بيجرى له كده، النادي الاهلي ما بيجرالوش كده. ليه حظه ما بيبقاش وحش؟ ليه ما بيجرالوش اي حاجه وحشه؟ ليه احنا بس اللي حظنا؟ بعد شويه جبنا الجول الثاني خلاص. ايه هي وات ار ذا اودز؟ يعني ايه هي نسب الاحتمالات 1 في المليار انك تبقى كسبان تاني وتالت ورابع وبرضه ما تكسبش؟ مش مصروف لنا يا جماعه خالص، ومش مطلوب ان احنا نكسب. طب بنلعب ليه كوره؟ يعني ايه الفكره؟ والنادي وطررم وخناقات وممدوح عباس ومرتضى منصور وهاتوا اينو وماشي حسني طب ليه؟ احنا هنتغلب والله في سماه لو جبنا رونالدينهو. هي مصروف لهم كده. الاهلي ربنا صريف له دوري وكاس دوري وكاس دوري وكاس. خلاص. في حد من 3 سنين عمل حاجه وحشه جوه النادي، حاجه باظت، حاجه اتلعب فيها، البركه اتشالت، البركه اتاخدت من النادي. قعدت شامم ريحه شياط حواليا، اخواني من جماهير النادي الاهلي كنت بحتضنهم، كنت حاسس بيموتوا، دمهم نشف، في واحد عجز وهو قاعد. طب يا جماعه فيها ايه؟ بصيت للمواطن اللي جنبي، كان جنبي صديق احمد موسى، قلت له احمد حبيبي وايه يعني ما نكسب؟ فبص لي كده انه كاني كفرت، كاني قلت حاجه شرك، اللي هو ازاي؟ ليه لا؟ ما الناس بتتغلب، ايه اللي يجرى يعني؟ وليه كورتنا احنا تيجي في العارضه؟ ليه مش ابو تريكه اللي يجي في العارضه؟ ليه مش كل الاهلي اللي يجي في العارضه؟ ليه احنا؟ اول ما مات بيطلع كوره بره برضه يا عمرو، ما هو كان منفرد تماما وراح شايطها بره، يعني ما بتحصل. ايوه بس ممكن بقى ايه؟ مره واثنين وثلاثه، 3 مرات ماتش في ايدك، 3 مرات ليدنج. ده احنا يعني انت فاهم يعني؟ ايوه يعني نعمل ايه؟ يعني ده لو معمول لنا حجاب مرمي جوه الجول مش هيتعمل كده. ده حد زعق لهم. في حد امبارح انا قعدت قلت يا رب بحق جاه النبي مره، باقي الكاس ده مش حاجه مهمه. ليه يعني؟ اما اخد الكاس يعني سيبوه، هتعملوا بيه ايه؟ بعدين قعدت كده بعد ما الماتش خلص لقيت ايه اخواننا الاهلاويه جنبي كلهم وشهم اصفر جدا. كسبوا بس تعبوا عصبيا يعني. هم طبعا كانت الفكره ان هم نازلين اول تلت ساعه 1 2 3 وحاجات كده ويا الله ومش عارف ايه وخدوا 6 رايح وكل الحاجات اللطيفه دي. فالعيال فعلا بتوع الزمالك، انا لو رئيس مجلس اداره الزمالك اديهم مكافاه اجاده، صرف لهم فلوس كلهم. العيال لعبوا كويس قوي في ظروف صعبه جدا، لعيبه كويسه وماسكه نفسها، وكان في بريس، كان في روح في الملعب، كان في بريس على كل لعيب، في ضغط على كل لعيب بالاهلي. راجل علاء ده وجمال حمزه وعمرو زكي كلهم كانوا كويسين. انا عايز بس جمهور النادي الاهلي يفكر في حاجه، وده اللي انا قعدت دمعتي على خدي لغايه تاني يوم، لغايه ما ركبت الطياره وانا جاي في الطياره. لو ما كانش فيها ابو تريكه كانت الحياه اتغيرت كتير. شيل اي لعيب في الاهلي
عارف لو الاهلي كان بيلعب من غير جون امبارح ومعاه ابو تريكه كان هيكسب برضه. طب حسام حسني حط جونين، ما هو طب ما هو عملها، ده عملها له 4 مرات. يقول له هي يا حبيبي فيضيعها، يقول له هعملها لك يا حبيبي فيضيعها، هعملها لك يا حبيبي فيضيعها. ففي المره السادسه جابها. يعني ده لو في تدريب عملها ابو تريكه 10 مرات امبارح. هي يا حبيبي خلاص، هي يا حبيبي خلاص، حط دخل جون انتهينا. لو ما كانش الحاج ابو تريكه البركه الراجل الكبره بيلعب امبارح كانت الحياه اتحسنت. ده كمان وبقت بص الدنيا بص ده عمل كل حاجه على رايك. لا مش ده يعني بصراحه انا يعني فهمت ان مش مكتوبه لنا وخلاص. يعني بس حد ايه يقول لي عشان استريح، علشان ايه يعني الواحد بيقعد. وبعدين قعدت افكر امبارح قلت طب ما كانوا خلصوا الماتش في اول 10 دقايق، جابوا 9 جابوا 12. الليله اللي قبلها كان قاعد احمد موسى وماجد عبد الغني بيقولوا هنكسب 9 7 حاجه كده، كانوا بيتكلموا بيلعبوا مع التليفونات طنطا مثلا او كده. فكان الانطباع اللي كان عند المشجع النادي الاهلي كله الماتش يخلص في اول 10 دقايق. هم كانوا نازلين على اساس كده. بس هذا لا يمنع الواد اهو بص. يعني الواد كان قدامه 2 باكات، غلط الباكات طبعا رسمي بالجون ب3 دقايق هو كمان يعني. هو كمان داخل فيها يعني لا ستايل وجسمه وكل حاجه صراحه يعني. بس نعمل ايه؟ بص ونقول ايه؟ نقول الحمد لله. الحمد لله. في واحد امبارح كلمني قال لي الحمد لله بدل ما كنا زي كل مره 6 و4. هو مكتوب علينا يا جماعه، ده برشلونه بيتغلب، ده ريال مدريد بيتغلب، بيبقى عندهم حاجه اسمها اوف داي. اوف داي. احنا ما عندناش غير اوف بس. يعني في حاجه اسمها اوف داي، يوم بايظ حظك وحش. الكوره مش ماشيه معاك. عايز اشوف الاهلي وحظه وحش يعني نتفرج عليه يوم كده عادي جدا زي اي حاجه. تصدق وتؤمن بالله يا عم، لا اله الا الله. انا لما كنا 3-3 وفضل على الماتش خلاص قلت لهم لا، خافوا من 3-4 دقائق اللي فاضلين دول اللي في النادي الاهلي بيتخاف منهم في اخر 3-4 دقائق بيحصل لهم وبعدين سكند ويند. بعدين المعلقين امبارح في الماتش في كل القنوات كانوا عاملين زي كتاب الحكومه في موضوع اشرف مروان، اللي هم في الاول قالوا عليه جاسوس وبعدين لما الدنيا اتقلبت قالوا لا ده كان اعظم اختراع بعد الكهرباء. كل معلقين الكرة كده يقول لك لا الزمالك خلاص وقف وتعب، الاهلي هيخلص. بقى يقول لك يا والله الولد بتاع يا جماعه برضه الخبره الزمالك ولاعيبه كبار ونادي الزمالك ونادي بطولات، وبعدين الاهلي يجيب جون